مساء الخير حبايبي وأحلى عشوة صيامي أو نباتي أو اقتصادية من غير لحوم ولكن حلوة جدا بشوية حاجات عندك في البيت. عندك بطاطستين وبصلاية وكم قرن فلفل وطماطمتين وشوية بقدونس. هنعمل غدا أو عشوة اقتصادية جدا صيامي ونباتي ومشبعة وفي منتهى الجمال ومعلقتين كمان زيت بس. الأكلة دي حلوة جدا واللي هيجربها هيدمنها. طماطمتين بصلتين بصلاية بطاطستين هنعمل بيها العشوة. غسلت كل الخضرة اللي أنا عملتها دي، وهابدأ أقطّع دي شطة، هاقطع قرن شطة، وكمان هاقطّع عليهم قرنين فلفل أخضر بلدي عادي بتاعنا يعني، اللي مش حراق، عايزة تخلّيها كلّه حراق خلّيها. خلاص هاقطّعهم بنفس المنظر كده مربعات. ده أسهل حاجة ممكن تعمليها في ثواني، وهتعملي الغدا أو العشا بتاعِك اقتصادي وحلو جدًا. وكمان أنا هاعملها بمعلقتين زيت. كمان طماطم بتكون طماطم جامدة وهابدأ أقطّعها جوليان كده بس شرايح رفيّعة مش عايزاها تخينة. خلاص، هاخلّص كده الطماطم كمان وهاحطها في الطبق جنب الفلفل. كمان البقدونس ممكن بقدونس وممكن كزبرة وممكن بقدونس وكزبرة وشبت، بس أنا باحبها بالبقدونس بس. هاقطّع كده شوية بقدونس، هاقطّع العروق الأول يعني أتخلّص منها وبعديها أقطّع بقى الورق كده زي ما أنا باقطّع. طبعًا ممكن تعمليها بمقص أو سكينة مشرشرة بتدّي معاكِ نفس الغرض ونفس النتيجة وكمان بتسرّع معاكِ الحكاية خالص. خلّصت البقدونس، نجيب بقى البصلاية بتاعتنا، بصلاية كبيرة حلوة كده معتبرة، وهابدأ أقطّعها برضه جوليان كده بإيديّا بالسكينة. مش هاضربها في الكَبّة ولا حاجة، بس أرفّع على قد ما أقدر. خلّصته. هنا بقى جِبت إيه، البطاطس قشّرت دول 3 بطاطسات، زوّدت واحدة وهاقطّع البطاطساية كده بالطول زي ما أنتِ شايفة كده. هاتني البطاطس كده بإيدِك أو على البورد أي حاجة وهابدأ أقطّعها شرايح أتخن من الشيبسي كده بشوية. أظن يعني شوفي كل حاجة كلنا عندنا بطاطس وبطاطس في البيت. وكمان على فكرة كازيون ماركت اللي موجود في كل حتة دلوقتي عامل عروض على البطاطس حلوة جدا وبطاطسه حلوة قوي وبتاع التحمير. وسعرها مش عارفة تقريبا 8 جنيه ونص أرخص من أي حتة في السوق. معلومة كده على السريع حبيت أقولها لكم يعني. خلاص قطعت دول البطاطس وغسلتهم ونقعتهم ربع ساعة كده في شوية ملح وشوية خل. وصفيتهم بالمصفى لازم هتصفيهم اتخلص من المية اللي فيهم. هجيب بقى كمان فوطة دلوقتي وهقعد نشفهم حلو جدا بالفوطة. خلاص فوطة مطبخ كده وهبدأ أحطهم وهنشفهم حلو قوي بالفوطة. أنا هاعمل البطاطس بتاعتي دي في الفراير عشان كده في الair fryer. عشان كده أنا بانشّفهم، لكن لو هاستخدم زيت، شوية زيت صغيّرين وهابدأ أنزّل فيهم البطاطس وهاقلّبهم. ده لو يعني إيه تحمّريهم في الزيت، أو يعني زيت شوية صغيّرين وتحمّريهم، هُم مش شيبسي أتخن من الشيبسي. خلاص هتحمّريهم وبعديها تجيبيهم بقى معايا وتجهّزي الوصفة بتاعتِك. كده البقدونس والفلفل والطماطم هاحط عليهم شوية ملح وشوية كمون وشوية فلفل أسمر. ولو عايزة تحطي بابريكا حطي وسُماق حطي. براحتك بقى. دول أنا حمّرت البطاطس كده في الفراير بمعلقة زيت واحدة، دهنتها بمعلقة زيت واحدة بس، قلّبتهم فيها وهي في المصفى وحطيتها في الفراير وقلّبتها كده. خلاص خدت الشكل دوّة. يعني هي كمنها عشان رفيّعة وأنا سِبتها على بعضها عشان إيه، ما اقعدش أقلي أكتر من مرّة. خلّصتهم كده. بعد ما خلّصتهم جِبت كمان معلقة توم. ده التوم بتاع السنة دي بقى اللي لسه ريحته جامدة وكده وشايفين متماسك ولونه إزاي رغم إنه في الفريزر وباطلّعه وباخد منه على طول. هاقول لكم سر تخزين التوم في فيديو تاني بقى إن شاء الله. جِبت أدي كده الطبق قلّبته كلّه في بعضه. عايزة تحطّي لهم شوية سمسم حطّي، عايزة تحطّي حبّة البركة كمان حطّي، لكن أنا عملت بالإمكانيات اللي ممكن تكون موجودة في كل البيوت. بقى عندِك أحلى طبق شاورمة بطاطس ممكن تاكليها. عندِك بقى عاملة تومية صيامي حطّي، مش عاملة ولا كاتشب ولا حاجة، هو كده طعمه لوحده حلو أوي. قريب من الكباب. وممكن كمان تحطّي فحماية على النار وتحطّيها وتطفي عليها شوية زيت وتحطّيها وتغطّي بيها هتدّي ريحة الكباب بالضبط. كإنِّك بتاكلي ساندوتشات كباب. الأكلة دي حلوة وبتختلف خالص طعم
البصلة مع البطاطساية بتقلّبيهم كلّهم في بعض بياخدوا طعم كده حلو، وبياخدوا من طعم البطاطس وكلّه بياخد في بعضه، أكلة سريعة وبسيطة وبتكلفتها سهلة جدًا، هي مجرد أفكار كلّنا بنساعد بعض بيها، واشوفكم يا رب على خير في فيديو جديد، وعملنا ساندوتشات واتعشينا أو اتغدينا بالهنا والشفا، اشوفكم على خير وباي باي.